ننتقل إلى معركة نشبت بالأمس ما بين أكبر تيارين مواليين للنظام الحاكم، التيار اللي على رأسه سيف اليزل، والتيار الثاني اللي على رأسه حسام خير الله، ومنه من أعضائه المستشارة تهاني الجبالي. تهاني الجبالي قالت إن هي تعلن حقائق وانفجارات وما إلى ذلك أمس، وبالفعل فعلت. فتعالوا الأول نسمع هي قالت إيه وبعدين نعود للتعليق على ما قالت. في يوم الخميس الماضي الموافق 19/11/2015 سافر اللواء سامح سيف اليزل والسيد أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق والقياديين بقائمة حب مصر للكويت في زيارة مفاجئة. الذي حدث في هذه الزيارة أنهم قد التقوا بقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في الكويت، كل من دكتور عزمي عبد الفتاح عطية قيادة الجماعة في الكويت، محمود صبري ممول الجماعة في الكويت، محمود صقر والدكتور سمير أحمد. تمت صفقة بينهم لنزول عناصر التنظيم للتصويت لقائمة في حب مصر، وبالأمس انتظرنا الشواهد على الأرض لأنه الرصد المباشر أكد نزول قيادات وبعض أعضاء الجماعة تحديدا في السعودية وفي الكويت وفي بعض الدول الأوروبية، وبدأوا في التصويت لهم في مواجهة قائمة التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية. يعني طلع سيف اليزل تبع الإخوان برضو في الآخر ومعاه أسامة هيكل. يعني الحقيقة يعني هذا هزل ومسخرة. كل ما حد يتضايق من حد في مصر يقوم مديله ايه التهمة المعلبة، ده من الإخوان وبيقابل الإخوان. طب النهاردة يعني سيف اليزل هو يعني قلبا وقالبا مع قائد الانقلاب، والانقلاب من أكبر رموز هذا الانقلاب. ايه اللي يخليه يروح للإخوان؟ وايه الصفقة اللي بينه وبين الإخوان عشان ياخد كام صوت؟ يعني هو لو خد 150,000 صوت ولا 200,000 صوت هينجح، ولو خد 10,000 صوت هينجح، مش محتاج. طب الإخوان هيخشوا في الصفقة دي مقابل ايه؟ يعني الحقيقة تهاني الجبالي واضح ان هي يعني مصدومة من نتيجة الأداء المخيب للقائمة اللي هي بتتبعها في الانتخابات، يعني أرادت أن تقول مجرد يعني استكمال لسلسلة التخاريف اللي هي بتخرفها. وما ننساش لما طلعت مرة تنبه العالم كله ان الرئيس أوباما تابع للإخوان، وان هو تم تجنيده للإخوان وهو في اندونيسيا، وان اخوه بيدير او في التنظيم العالمي للإخوان. ويعني سلسلة الحقيقة من التخاريف المخزية، تخاريف مخزية. في تخاريف يعني شوية كده ممكن نلتمس لصاحبها العذر ان هو مريض او حاجة زي كده، لكن في تخاريف بتعدي المرحلة ديت ويعني بتبقى قدام العالم كله شكلها مش كويس. وانا عايز اقول لحضراتكم ان الكلام ده كله بيرصد من الصحافة والاعلام الغربي، وبيتم يعني الاستهزاء بمصر وسمعة مصر بناء على هذه التصريحات الخرقاء الحقيقة من الجبالي.